السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلوى. اليوم ان شاء الله وصفة جديدة غادي نحضروا مع بعضياتنا الحليوة معلكة ديال الجلجلان اللي كتجي ممتازة رائعة، كتجي هماوية وديال الزمن الجميل تاهي جبتها لكم من ايام الطفولة. كنا كنحضروها شحال هادي وكانت مذاقها كنا كنحماقوا عليه وحنا صغار. المهم انا تفكرتها ودرتها لكم دابا. مقاديرها ومكوناتها بسيطة جدا. عندي هنا واحد نص كيلو ديال الجلجلان، ودائما نختاروا الجلجلان هذا البلدي اللي كيكون جلجلان بلدي، وكنغسلوه. من بعد ما غسلناه ونقيناه كنحمروه، طبعا نحمروه ولكن ما نحرقوش، يعني نخليه غير تيتحمر شويه وصافي. ها هو محمر. عندي هنا واحد 4 دايره هنا 5 البيضات. البيض كيبقى على حسب الخليط. عندي كاس الا ربع ديال السكر ثقيل، نص كاس ديال النشا، وعندي واحد 4 كاس ديال الزبده من الاصل الحيواني، معلقه كبيره ديال الكاكاو المر الجيد، ومعلقه صغيره ديال القرفه كتعطينا واحد المذاق ممتاز لهاد المعلكه، 2 معالق كبار ديال المربى المشماش، كيس ديال الخميره ديال الحلويات، و2 معالق كبار ديال الماء الزهر اللي يكون الماء الزهر الجيد. كبدايه غادي نطحن هاد الجلجلان ديالي. هانتوما شفتيو ملي طحنت الجلجلان، يعني ما كنطحنوش حتى كيطلق اليدام ديالو، كنخليوه هكا، وكما قلت لكم راه محمر ولكن ما تحرقوش، حمروه حتى يتحمر مزيان باش يعطينا ديك النكهه ديال الجلجلان. المهم غنبدا نضيف له السكر ثقيل. هنا الا بغيتو ديروا حتى كاس ديال السكر ثقيل ديروا، ما ديروش كاس لاروب اللي كيبغي الحلاوه، لان الحليوه ديالنا عاد كنمرملوها في السكر ثقيل. ضروري ما كنغربلو، لان باش كنتخلصوا من دوك الكويرات ديال السكر ثقيل. وكذلك كنغربل ديك المعلقه ديال الكاكاو. ملي غربلت وانا نغربل حتى النشا، وما الا ما بغيتوش تغربلوه ما تغربلوش، لان النشا ما كيكون فيه حتى حاجه اصلا، راه كيتباع مغاربل ناضي. المهم عندي واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، اللي كتعطينا واحد النكهه رائعه لهاد المعلكه ديال الجلجلان. غنضيف داك الكيس الخميره من فئه 8 غرام. المهم كنضيفوا جميع المكونات. عندي الكونفيتور او المربى، انا اختاريت ديال المشماش، واكثريه هو اللي كيتوتر مع الحليوات. لا ضفنا شي مربى فيه واحد نكهه اخرى، مثلا الفراوله ولا الفريز ولا شي حاجه اخرى، كيغير لنا المذاق ديال الحلوه. ضفت داك 4 كاس ديال الزبده، ضروري نكون زبده حيوانيه. وعندي واحد 2 معالق كبار ديال الماء الزهر، وضروري يكون الماء الزهر الجيد، لان كاع الحليوات ديالنا هكا كنختاروا لهم الاشياء الجيده. غادي نضيف البيض، غنضيف 2 بيضات كاملين. وهنا غادي نضيف الاصفر ديال واحد البيضه، لان غنبغي البياض غنحتفظ به. انا غادي نحتفظ بداك البياض، غنبغيه من بعد. وضفت داك الصفار. غادي نخلط الخليط ديالي، واخا غيتجمع لنا بهاد 2 بيضات والصفر، ولكن انا كنبغي الحلوه كتبغي تكون شويه مرخوفه. نتوما تشوفوا، يعني راه واخا تجمعات غادي نضيف البيضه الثالثه، يعني درت 3 د البيضات وصفر بيضه. صافي كنجمعها مزيان هكا، وكنبقى نحاول ندلكها شويه ماشي بزاف. هانتوما شتيو الخليط كيفاش يعني مرخوفه الحلوه ديالنا. كنبقى نخلط حتى كنحس بها تخلطات مزيان. صافي من بعد ما كندلك الحليوه ديالي كنغطيها بالبلاستيك الغذائي، وكنخليها واحد الساعه د المكانه. خليوها من نص ساعه حتى لساعه. المهم انا خليتها ساعه. هنا راه دازت ليا الساعه. صافي غادي نعري الحلوه ديالنا. غادي نحتاج للسكر الثقيل يكون الجيد وكنغربلوه، وداك البياض البيضه اللي خلينا اللي حيدناه من البيض قبيله. المهم غادي نبدا. هانتوما شتيو الخليط كيفاش تجمعات، ما بقاتش جاريه بحال اللي كانت، وراه كنقدو نكركبوها بسهوله. هنا غادي نعبر الحلوه ديالي. كندير فيها 20 غرام في كل حبه. صافي كنبقى نعبر. بغيتو ديروا من 20 حتى ل 22. صافي كندير يدي في داك بياض البيض، ولا كنوضع الكركوبه ديال الحلوه في داك بياض البيض، وكنوضعها مباشره في السكر الثقيل، وكنغطيها ديك الساعات بالسكر الثقيل. خصنا نخليها باش كتلبس بالسكر الثقيل. هاد الدور ديال بياض البيض كيخلي لنا كيخلي داك السكر الثقيل يلصق على الحلوه. انا باش كنسهل عليا العمل كنكركب واحد الكميه تقريبا واحد 10 ولا 12، وكنبدا نضعف بياض البيض ونضعف السكر، واللي وضعتها في السكر الثقيل كنغطيها مباشره بالسكر الثقيل. ضروري ما نغطيها مباشره بالسكر الثقيل على هذا الشكل هذا.
صافي كنبقى نكركب ونوضع ونغطي الكركيبه ديالي بالسكر الثقيل. صافي حتى كنجمع واحد الكميه كبيره، كنبدا نهزهم ونبقى نلبسهم مزيان بالسكر الثقيل على هذا الشكل هذا، وكنهز واحد شويه ديال السكر الثقيل وكنوضعو عاوتاني في الوجه. صافي وكنوضع في الطاوه، تكون دائما ملبسه بالورق ديال الطهي، ضروري في هاد الحليوات المعلكه ضروري من الطاوه كتكون ملبسه بالورق ديال الطهي. صافي كنبقى مستمره بنفس الطريقه، كنكركب واحد كنعبرها طبعا ونكركبها ونبدا نلبسها بالسكر الثقيل. ضروري ما كنبعدو بيناتهم شويه في الطاوه لان فيها الخميره شويه ماشي بزاف، ما كتسيحش بزاف. فملي كنبدا نكركب الحلوه ديالي كنكون شعلت الفران يسخن على درجه حراره 170 درجه. صافي هنا ملي كنكمل الحلوه ديالي كنبقى نضغط عليها شويه بالاصبع ديالنا على هذا الشكل هذا. نتوما شتي ملي كنضغط عليها راه كتشقق. صافي هنا نكمل لكم على الفران خصو يكون 170 درجه. ملي كيسخن مزيان وكنبغي ندخل الطاوه كنطفي التحتاني وكنخليه غير الفوق وكندير الطاوه في الرف التحتاني ديال الفرن 5 دقائق فقط حتى كنشوفها تشققات. كنشعل عليها كذلك التحتاني وكنهز الطاوه الفوق شويه، ما كنخليهاش في الرف التحتاني، كنهزها كذلك في الرف الفوقاني باش ما كتحرقناش الحلوه. فكنعطيوها 5 دقائق لتحت و5 دقائق الفوق، يعني 10 دقائق في المجموع. فمن بعد ما دازت 10 دقائق هكا كنخرجوا الحلوه، كنخرجوها هكا على هذا الشكل هذا مشقه، ما نقيسوهاش ديك الساعات لان كتكون رطبه باقا، خليوها حتى كتدفى عاد كنقيسوها. المهم راه كتجي رطبه رائعه معلكه، كتجي فيها ديك البنه ديال الطفوله وكتجي ممتازه بمعنى الكلمه. فكان هذا هو الشكل ديالها هكا كتكون. غادي نقسم لكم وحده باش تشوفوا كيفاش كتجي معلكه ورطبه في نفس الوقت. شوفوا كي دايره من الداخل، فيها ديك البنه ديال الطفوله اللي كنا كناكلوا زمان. المهم كان اقتراحي اليوم هذا، كنكون وصلت نهايه الفيديو. نتمنى الاقتراح اليوم يعجبكم ونال الاستحسان ديالكم. نتمنى تجربوا هذه الحليوه ديال الجرجلان لانها بسيطه وكتفكركم بايام الطفوله. ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم.